عوائل بأكملها يتم دفنها في قبور جماعية. التقينا هنا بهذا الرجل الذي يحدثنا عن أفراد عائلته الذين فقدهم نتيجة هذا الزلزال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم ويحفظكم يا رب وأجركم إن شاء الله. نحن نقول الحمد لله على ما قدر علينا. فقدت ولدي همام وأبنائه الأربعة وابنتي وأولادها الثلاثة. كم شخص تقريبا من كل عائلة؟ وعم عدل لك إياهم، ما أحصيت العدد. أخي وبناته الثلاثة، ابن أخي وأولاده الأربعة وزوجته، ابن أخي الآخر وأولاده الثلاثة. فالعدد عندك صار، أنا ما أحصيت العدد. لكن أخي فعلا جنديرس أصيبت بكارثة، ونحن نطلب من كل المعنيين أن يقفوا إلى جانب أهلهم وإلى جانب إخوانهم. فكلنا معرض لمثل ما حدث، ولكن الذي حدث كارثة فعلا.